كانت سماء دمشق رمادية، لا بلون الدخان المتصاعد من بعيد فحسب، بل بلون الهزيمة التي تخيم على كل شبر من العاصمة. أصوات الانفجارات التي كانت في الأمس البعيد ضجيجاً متقطعاً على الأطراف، أصبحت الآن لحناً جنائزياً يدق أبواب القصر الجمهوري. في الداخل كانت الأروقة الفخمة التي شهدت عقوداً من السلطة المطلقة صامتة إلا من وقع أقدام مسرعة وهمسات متوترة. بشار الأسد، الرجل الذي ورث حكماً من حديد، كان يقف أمام نافذة ضخمة تطل على جبل قاسيون. لم يعد يرى عظمة المدينة، بل يرى نهاية إمبراطورية تتقدم نحوه. التقارير كانت تصل متلاحقة، كل واحد أسوأ من الذي قبله. سيدي، انهار الخط الدفاعي في جوبر. سيدي، قوات المعارضة على مشارف ساحة الأمويين. سيدي، المطار تحت السيطرة النارية. لم يعد هناك مجال للمكابرة، انتهى كل شيء. نظر إلى صورة أبيه المعلقة على الجدران وشعر بثقل إرث لم يعد قادراً على حمله. اتخذ قراره في لحظة يأس باردة. صدرت الأوامر بسرعة، وفي غمرة الفوضى تحرك موكب صغير ومدرع من أحد الأبواب الخلفية للقصر، يشق طريقه بصعوبة عبر شوارع فرعية لم تكن قد سقطت بعد. طائرة خاصة بقيت تنتظر على أهبة الاستعداد في زاوية منسية من مطار دمشق الدولي، أقلعت في جنح الظلام باتجاه موسكو، حاملة معها رجلاً كان يوماً ما سيد الوطن. في تلك الأثناء، وفي استوديوهات قناة الحدث، كانت الأجواء مشحونة بالترقب. المعلومات كانت تتسرب كقطرات الماء، غير مؤكدة لكنها مثيرة. حسين الشيخ، المذيع الذي ارتبط صوته بتغطية سنوات الحرب الطويلة، كان يتابع الأخبار العاجلة على الشاشات أمامه بعيون لا تكاد ترمش. فجأة تحول وجهه. جاءته الإشارة التي كان ينتظرها. أخذ نفساً عميقاً ونظر مباشرة إلى الكاميرا. ساد الصمت في غرفة التحكم، ثم بصوت ثابت حاول كبح جماح انفعالاته. قال: ننوه بهذا الخبر العاجل. صمت لحظة بدت كأنها دهر، ثم كمل بنبرة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الملايين. الساعة الساعة الآن الآن 6:10. سوريا بدون بشار 18 الأسد. دقيقة خروج تماما بشار الأسد بتوقيت من دمشق. موسكو. في تلك سوريا اللحظة انفجرت من دون صيحات بشار الفرح في الأسد. شوارع سوريا، من حلب إلى درعا، ومن حمص إلى إدلب. أضاءت الألعاب النارية سماء المدن المدمرة، وتعالت أصوات التكبيرات وزغاريد النساء. كانت الساعة 6:10، لحظة توقف فيها الزمن ليبدأ تاريخ جديد لسوريا، سوريا الحرة.